وصفتنا النهاردة هعمل معاكم الفلفل الملون ده. انا مش بحبه يدخل جوه الاكل، يعني اللي هو في السلطات والحاجات دي. فانا هعمله لكم بطريقه طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت بتليق جنب كل الوجبات وتقدري تاكليها جنب كل حاجه. انا هنا غسلت الفلفل، ما عملتش فيه اي حاجه خالص. عندي تومه كبيره مهروسه او متقطعه شرايح. عندي 1 فلفل حار. عندي معلقه ملح. عندي ربع كوبايه زيت زيتون، ممكن تبدليها بزيت ذره. وعندي ربع كوبايه خل. يلا بينا نبدا وصفتنا. اول حاجه زي ما انتم شايفين انا شغلت عيون البوتاجاز وحطيت عليها الفلفل علشان انا هشويه من كل الجوانب، وبعد كده ارجع لكم تاني. وبعد ما شوينا الفلفل، حتى الفلفل الحار اللي كان معايا، وقشرنا القشره الخارجيه، اول ما يطلع على طول تقشريها بتطلع معاكي بمنتهى السهوله. شلنا كل القطع اللي بتبقى جواه مع البذور دي وقطعناه قطع كده. اول حاجه هننزل بفصوص الثوم او فص الثوم اللي كان معانا في اول الوصفه. نحط كده وتقللي او تزودي، ده حسب برضو الرغبه. بعد كده هننزل بربع كوبايه الخل، بسم الله. وبعد كده هننزل بالزيت والملح، زيت الزيتون. ما عندكيش زيت زيتون حطي زيت ذره. بعدين قلبنا كل الملح مع المكونات بتاعتنا. نسيت اقول لكم في اول الوصفه بتاعتنا ان احنا معانا ليمونه كامله. ادي الليمونه بتاعتي، اول ما ينزل، اول ما تطلعيه وتقشريه تعصري عليه الليمونه دي كلها. بس انا نسيت خالص، كنت ركناها على جنب وما خدتش بالي، فما فيش مشكله، هي برضو تمام. بس وبكده نكون عملنا الفلفل المشوي اللي طعمه اكتر من رائع. هيعجبكم جدا الناس اللي مش بتاكل الفلفل الملون ده، بيبقى فيه على فكرة فوائد كتير جدا جدا. لو عملتيه بطريقة الشوي هيعجبك قوي. ممكن بقى لو عندك نعناع فريش تقطعيه وترشيه كده على الوش، بيدي الوصفة طعم يجنن. اتمنى تكون وصفتي عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يعمل لي سبسكرايب. واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.